مهما بلغت قوة الاي اي فاحنا في حقيقة مطلقة عمرنا ما هنغيرها، وهي ان الاي اي عمره ما هيشتغل لوحده. الاي اي محتاج مدخلات صح عشان يطلع بمخرجات صح. ياما انت استعملت الاي اي عشان تطلع بيه تصميمات معينة وفجأة تلاقيه بيهبل معاك وبيطلع معاك نتائج مش مظبوطة، وده ليه؟ عشان حضرتك مش فاهم اصلا يعني ايه جرافيك ديزاين. مش كل حد عمل صورة بالاي اي بقى جرافيك ديزاينر. الشخص الوحيد اللي هيعرف يكتب برومبت صح ويقدر يحقق الهدف اللي هو عايزه من التول اللي هو بيستخدمها هو الشخص اللي فاهم يعني ايه جرافيك ديزاين، هو الشخص اللي دارس الاساسيات. وهل يا ترى الحاجات اللي هو عملها دي كلها والعناصر دي كلها هتحقق هدف العميل ولا لا؟ لان في الاول والاخر الجرافيك ديزاين ما هو الا ان انت بتحل مشكله في شكل بصري، فاللي هيظبط الشكل البصري ده صح مهما كانت الاداه اللي هو هيستخدمها هو شخص واحد بس. مش اللي بيستخدم الاي اي بس، لا، اللي بيستخدم مخه كمان مهما كانت الاداه اللي انت شغال بيها ايه، سواء بقى شغال من الموبايل، شغال من اللابتوب، شغال بقى بفوتوشوب، شغال من كانفا، شغال بتولز اي اي. الفكره مش في الاداه، الفكره فيك انت وفي دماغك انت وفي عقليتك انت. ما انكرش ان الاي اي هيسرع شغلك، لكن من غير دماغك انت هتشتغل وكانك شغال بفوتوشوب بتاع سنه 90. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.